السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما وعدناكم ان شاء الله اللي احنا كل مرة بنقدم لكم حاجة جديدة. النهاردة معانا كشاف الكتكوت او الكشاف بتاع الصيد، للناس دايما بتستخدمه في عمليات الصيد، او ممكن لو اي صنايعي محتاجه يشتغل بيه في مكان ضلمة يقدر يشتغل بيه ومفيش اي مشكلة. طبعا الكشاف ده البطارية اللي موجودة فيه مدة الإضاءة بتاعتها بعد الشحن بتتراوح ما بين 20 ل 30 دقيقة، فطبعا ده مش وقت كافي اللي انت ممكن تعمل فيه الشغل بتاعك. فالنهاردة في الفيديو بتاعنا ده هنشيل البطارية اللي موجودة فيه وهنركب بطارية تانية أطول شوية، وهي بطارية التليفون. بطارية التليفون اللي هي بتاعت بطارية التليفون اللي هي النوكيا، البطارية العادية خالص، وهنوريها لكم دلوقتي وهنشوفوا ازاي طريقة التوصيل بتاعتها. زي ما انتوا شايفين البطارية ديت اهي، هي دي اللي هنستخدمها. البطارية بتاعت التليفون النوكيا القديم موجودة في السوق، ممكن تلاقوها في اي مكان. البطارية موجودة ومتوفرة، مفيش اي مشكلة. طبعا احنا دلوقتي هنبدأ نفك الكشاف واحدة واحدة. هنشيل الحزام بتاع الراس، وبعد كده هنبدأ نفك القطعتين اللي هم دولت من الجنبين، القطعة اللي فيها جنب الزرار والقطعة التانية. تمام، هنبدأ واحدة واحدة كده بالمفك، نبدأ نشيل القطعتين دولت. وخلي بالكم يا جماعة في الزرار دوت، أهم حاجة وانتوا بتفكوا ما ينطرش منكم، عشان ده لو ضاع هيأثر طبعا على تشغيل الكشاف. نبدأ واحدة واحدة نفك الكشاف، بس طبعا الفك هياخد معانا وقت شوية، فاحنا مش عايزين نطول عليكم الفيديو، فاحنا هنوريكم بس الطريقة كده بسيطة كده، وبعد الفاصل ان شاء الله هنكمل معاكم نكونوا فكينا الكشاف ونبدأ في تغيير البطارية. الفاصل ونرجع لكم تاني. رجعنا بعد الفاصل، وزي ما انتم شايفين كده فكينا الجنبين بتوع البطارية، وبعد كده هنبدأ نفك المسمارين دولت اللي هم الصغيرين اللي في ظهر الكشاف. واحدة واحدة نفكهم بمفك رفيع. كده خلاص احنا فكينا المسمارين ونحطهم على جنب عشان ما يضيعوش مننا. اهم حاجة اي حاجة نفكها نخلي بالنا جدا من الحاجة عشان ما تضيعش. ادي زي ما انتوا شايفين دلوقتي البطارية. زي ما انتوا شايفين البطارية دي اساسا بتستخدم في الكشافات دي، وبتستخدم كمان في اللي هي الشاشة الالكترونية او الفيب، وبتستخدم كمان في بطاريات شحن الموبايل. طبعا زي ما انتوا شايفين البطارية كده ليها طرفين، طرف احمر وطرف ازرق، اللي هو الطرف الموجب والطرف السالب. هنبدأ واحدة واحدة دلوقتي بمكوة اللحام، نشيل بنط اللحام اللي من الطرفين اللي على البطارية عشان نشيل البطارية خالص، ونبدأ نجهز البطارية بتاعتنا اللي هي هنوصلها. هنجيب مكوة اللحام ونبدأ واحدة واحدة نفك البنط اللحام ديت اللي عليها. أول واحدة اهي بنشيلوها، الطرف الأولاني. اهم حاجة تبقى المكوة سخنة جدا عشان خاطر تشيل معانا بسهولة. ادي اول طرف شلناه، وبعد كده هنمسك الطرف التاني بردك نفس القصة، نسخن عليه. شلنا الطرف التاني، وادي البطارية زي ما انتم شايفين خلاص احنا مش محتاجينها في حاجة، هنحطها على جنب. هنبدأ بعد كده نجيب البطارية بتاعتنا بتاعت التليفون، وزي ما انتوا شايفين زي ما قلنا اللي هي فيها طرفين ومكتوب عليهم، هتلاقي طرف موجب وطرف سالب. الطرف اللي على الطرف دوت والطرف اللي على الطرف التاني. الطرف اللي في النص ده ملناش دعوة بيه، وهتلاقي مكتوب اهو موجب وسالب. مش عارف بقى واضح معاكم في الكاميرا ولا لا، بس عامة هو الطرف اللي على الحرف ده والطرف اللي على الحرف التاني. اللي في النص ملناش دعوة بيه، هما 3 زي ما انتوا شايفين. الطرف ده في النص ملناش دعوة بيه اهو، احنا ناخد اللي على الشمال وعلى اليمين بس، هم دول اللي هنلحم فيهم السلكتين بتوعنا. قبل ما نلحم طبعا انتوا عارفين ان النحاس ده محتاج يتحك كده شوية او يتخشن، يا اما بصنفرة او يا اما بحتة مفك. طبعا الصنفرة ما جاتش معايا عشان المكان صغير جدا، فهمسك مفك وابدأ احك فيه الحتة النحاس دي، ابدأ اعمل لها زي تخشينة بحيث لما اجي الحم السلكتين
بتوع الاطراف بتاعه البطاريه القصدير يمسك معايا فيها. هبدأ اهو احك فيها بالمفك كده. تمام، انا خلاص خلصت كده. هبدأ اجيب السلك بتاعي واجيب مكوة اللحام. اول حاجة احط قصدير، هدي بونتة قصدير على الطرف ده وبونتة قصدير على الطرف دوت. اثبت البطارية كويس، اهم حاجة في اي حاجة تمسكها بحيث اللي تبقى واقفة قدام مني وانا شايف وانا بلحم. هبدأ احط بونتة هنا، تمام، وبونتة في الطرف الناحية التانية. الموضوع بسيط مفهوش اي مشكلة، بس اهم حاجة التركيز والمكوة تكون سخنة. خلاص كده خلصنا البونتين اللحام اللي احنا عايزين نعملهم في البطارية. هنبدأ نجيب حتتين سلك، اي حتتين سلك عندك، بس يا ريت يكونوا لونين عشان خاطر يمشوا مع نفس الالوان التانية. دايما خلي اللون الاحمر هو الموجب، يعني هو دايما معروف ان اللون الاحمر في شغل التيارات الدي سي والبطاريات بيبقى لونه احمر. اهو زي ما انتم شايفين اللون الاحمر. هنبدأ نقص الطرف بتاعه. خلاص انا قصيت الطرف بتاعه. هجيب مكوة اللحام وهبدأ اثبت الطرف الاحمر بتاعي في الطرف الاولاني اللي هو الموجب زي ما انتم شايفين. لحمت الطرف اهو خلاص ثبت معايا. وبعد ما الحمه اشده شويه كده على ايدي عشان اتاكد منه ان هو خلاص ثبت ما يفصلش مني. اهو زي ما انتم شايفين كده ثبت كويس جدا وبقى تمام. اخد الطرف الاسود اللي هو الطرف التاني اللي هو السالب. طبعا الطرف الاحمر هيتلحم مع الطرف الاحمر والطرف الاسود هيتلحم مع الطرف الازرق اللي هو في الكشاف. وطبعا كل كشاف ممكن يكون مختلف الالوان بتاعته، بس هو دايما العموم بيبقى الاحمر هو الموجب. هنبدأ نلحم الطرف التاني اللي هو السالب. هبدأ اثبته اهو في البطارية. معلش هو ممكن يكون الفيديو طويل شوية بس انا بديك كل تفصيلة في الفيديو. خلاص كده هو لحم معايا، مسك السلك في البطارية. ابدأ بقى لو في اي حاجة زيادة ولا حاجة اشيلها بالمفك كده بحيث ان القصدير ما يجيش الطرفين على بعض عشان ما يعملش شورت او يعمل قفلة. كده انا تمام. خلاص وصلت البطارية السلكتين في البطارية. اتأكد برضك ان هما تمام ماسكين كويس. خلاص كده تمام. هبدأ بقى هنا عندي هجيب الجزء اهو. هنا بقى زي ما هثبتها ازاي. هنا شايفين الحزام بتاع الراس في الظهر، الحته دي اللي بتبقى على قوره على حته الجبهه بتاعه دماغك. تمام، فانا هي دي المكان ده اللي انا هثبت فيه البطاريه بتاعتي. هثبتها ازاي؟ مش كرتون، بس قبل ما اثبتها طبعا انا عندي الطرفين اللي هم انا مثبتهم في لحمهم في البطاريه، لازم طبعا احط عليهم شكرتون، تمام، او شريط لحام، اي حاجه عازله بحيث الاطراف ما تجيش على بعضيها. زي ما انتم شايفين اهو انا مسكت الشكرتون، تمام، وهبدا الفه على الطرفين عشان اعزلهم، عشان منع لاي حاجه، منع للعرق، منع لاي حاجه ان هو يعمل فيهم شورت او يعمل اي مشكله ما تجيش الاطراف على بعض. لفيت الشكرتون عليهم اهوت وعزلتهم. الخطوه اللي بعد منها هبدا اخد البطاريه واثبتها في الحزام بتاع الراس اللي هو بيركب في الراس. تمام اهو زي ما انتم شايفين هثبت البطاريه بالمنظر ده وبرضك الفها برضك بالشكرتون. الجزء ده اللي هو يبقى على الجبهه فوق. تمام، همسكها كده واجيب الشكرتون. تمام، طبعا انا دلوقتي بعمل ان انا بعدي السلك من فيه فتحه كده في الحزام بتاع الراس، بعدي منه الطرفين السلك. تمام، اللي دولت اللي هم هيخشوا للطرفين التانيين اللي جوه الكشاف. عديت الطرفين السلك تمام. ابدا بقى كده اثبت البطاريه في قلب الحزام ده بشكرتون برضك، او ممكن بنقطه امير او ممكن بشمع، بس الافضل الشكرتون هيبقى ماسك اكتر، هيبقى ماسك اقوى. زي ما انتم شايفين انا لفيت اهو بلف الشكرتون عليها. خلاص كده انا ثبت البطاريه.
مفيش اي مشكلة عندي. البطارية ثبتت وادي الطرفين السلك بتوعي اهو. الخطوة اللي بعد كده اللي انا هحاول بقى ادخل طرفين السلك دولت في جسم الكشاف. هعمل ايه؟ طبعا هتشوفوا الخطوات اللي جاية. خلاص انا كده بالنسبة لي الموضوع ده انتهى. همسك جسم الكشاف او زي ما انتم شايفين المكان اللي هو فيه المسمارين. هاجي في الجنب كده واجيب مكوة اللحام واعمل فيها، اسيح كده زي خرم كده بالظبط على قد طرفين السلك بالظبط اللي هم يعدوا معايا طرفين السلك بمكوة اللحام كده اهو. مخرم خرم صغير في البلاستيك كده. انا كمان خرمت الخرم تمام وانضف مكانه وابدا اعدي طرفين السلك من ظهر الكشاف. طرفين السلك بيعدوا معايا كده. انا عديت خلاص طرفين السلك. هبدأ بقى امسك الاطراف الحمها ببعضيها، الطرفين بتوع البطارية تمام اللي انا لسه مركبها في الطرفين اللي انا قلت لكم عليهم اللي هم جوه الكشاف، اللي هو الطرف الاحمر والطرف الازرق اللي هم جايين من البوردة بتاعة الكشاف. هبدأ الحم الطرف الاول، احط لهم بردك نقط تسدير عليهم. انا لحمت الطرف الاول وادي التاني. بص وانا بلحم الكشاف بيبدأ ينور، بص بيدو اضاءة، بيرعش اضاءة تمام. خلاص انا كده لحمت الطرفين. انا ممكن اعمل تيست كده واجرب اشوف ايه الدنيا. البطارية تمام، كشاف نور معايا، مفيش اي مشكلة. هنا بقى دلوقتي هبدأ اعزل الطرفين عن بعض. احط على الطرف ده والطرف ده شكرتون عشان ما يلمسوش بعض جوه جسم الكشاف. اخد الطرف الاولاني اعزله بحتة شكرتون صغيرة زي ما انتوا شايفين. عزلت الطرف الاول. اخد الطرف التاني اعزله بردك. انا معاكم في كل تفصيلة انا بعمل ايه بالظبط عشان تبقى الموضوع واضح قدام منكم. مفيهوش اي مشكلة، الموضوع بسيط جدا مفيهوش اي حاجة، محتاج بس تركيز وخلاص على كده. بعد كده هبدأ بقى اقفل الكشاف بتاعي اهو. بدأت دخلت السلك تمام. الزيادة اللي عندي ده بدأت ادخلها جوه السلك. خلاص انا المكان جوه الكشاف بقى فاضي، المكان اللي هو كان فيه البطارية بقى فاضي عندي، فالسلك جوه بقى يخش براحته مفيش اي مشكلة. وبعد كده خلاص دخلت السلك. هبدأ بقى اقفل الكشاف بتاعي. هركب المسمارين تاني اللي انا فكيتهم بتوع الظهر. زي ما انتوا شايفين بربط على المسامير بتاعتي. معلش هو المسمار صغير جدا فايه يعني ياخد منك وقت. الحمد لله ربطت تمام. المسمار التاني واحدة واحدة، اهم حاجة ما تستعجلش وعلى مهلك. مفيش اي مشكلة، اهم حاجة ان الحاجة في الاخر تطلع مظبوطة. خلاص قفلت المسمارين كده تمام. الكشاف عندي بقى قافل كويس كده. فاضل الخطوة اللي بجرب الكشاف تمام. الاتنين شغالين مفيش اي مشكلة. هبدأ بقى دلوقتي اركب الجنبين اللي انا كنت فككهم تمام. هركب اهم حاجة الزرار ده يا جماعة، الزرار ده مهم جدا. هبدأ احط الزرار تمام. انا ركبت اهو الجنب ده، جربت شغال تمام. الجنب اللي فيه الزرار تمام. انا خلصته كده خلاص، اطمنت اللي هو تمام والزرار شغال تمام. جربته مرة واتنين. هبدأ بقى اركب الجنب التاني. واتأكد اللي هو كمان ركب. بص وانا بركب الزرار برضه بضغط عليه شغال معايا. انا كده تمام، شغلي مظبوط مفيش اي مشاكل. خلاص كده انا ركبت الجنب التاني. ارجع بقى اركب الكشاف تاني في حزام الراس تمام. اتأكد ان هو ركب تمام. ابدأ احرك الكشاف شمال
يعني ابدأ فوق وتحت كده عشان اتأكد ان هو مش مؤثر على السلك. تمام، اللي هو بيحكش مثلا في السلك او ممكن يقطعه اهو زي ما انتم شايفين. بحركه فوق وتحت، تمام، سلس معايا، مفيش اي مشاكل، مش مؤثر على السلك، مش ضاغط على السلك، مفيش اي مشاكل، زي الفل، مفيش اي مشكلة فيه. كشاف شغال. الخطوة الجاية بقى ان شاء الله هنحط الشاحن عشان اوريكم اللي هو بيشحن والدنيا تمام. هنجيب الشاحن، هنوصل الشاحن هنوصل الشاحن في السوكت بتاعه في الكهرباء. هنوصل بقى في الكهرباء دلوقتي. اول ما نوصل في الكهرباء ان المفروض ان هي لمبة الشحن، اللمبة الحمراء دي تفضل تنور وتطفي زي ما انتم شايفين. بص اللمبة بتنور وتطفي كده، معنى كده ان هو بيشحن. اول مرة اللمبة دي تثبت خلاص كده هو الكشاف شحن. هو حاليا دلوقتي بصوا اللمبة بتنور وتطفي زي ما انتم شايفين. الكشاف اشتغل تمام وبيشحن. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتكتبوا لي في الكومنتات. تمام، لو عايزين اي حاجة انا تحت امركم في اي حاجة. واتمنى يكون الفيديو استفدتوا بيه وتجربة كويسة تنفعكم. تمام، وفي نهاية الفيديو اشوف وشكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.